مش كل اللي بيفكر ذكي. في ناس كتير بتفكر لحد ما بتعجز. التفكير الزائد مش بيقف بس عند القلق، ده بيكمل جريمته لحد ما يشل عقلك تماما. محضر نفسي رقم 2: المتهم الإنسان، والتهمة شلل القرار. اديني ودنك وركز معايا، وما تنساش تفعل زر الجرس لو لسه، تشترك لو مشتركتش، تسيب اللايك اللي انت بتنساه كل مرة. ماشي؟ شلل القرار عمره ما كان ضعف شخصية أو قلة شجاعة، بالعكس ده نتيجة منطقية جدا. العقل اتعلم انه يفكر بدون أسس وقواعد، وما تعلمش ازاي يعيش. والإنسان اللي دايما بيفكر في كل الاحتمالات ده غالبا مش بيختار ولا احتمال فيه، وده طبيعي من كتر التشتت وآراء الناس الكتير اللي حواليك. سيدي وسيدك محمد صلى الله عليه وسلم بيقول: استفت قلبك ولو أفتوك. ودي مش دعوة خالص للتهور أو إنك ما تستشيرش حد، بالعكس، لكنه كشف للتعمق جواك أكتر من كده. المشكلة ما بتبقاش خالص في قلة المعلومات، المشكلة إنك فقدت ثقتك بنفسك. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين دون الفريضة. والقرار هنا مش قرار ذهني فقط، وده كله بسبب إهمالك للجوانب التلاتة اللي هم إيه؟ العقل والقلب واتصالك بالخالق. لازم جدا تعيد نظرتك على الجوانب دي، عشان أي خلل في جانب من الجوانب دي هيوديك للهلاك. في المدرسة الوجودية كيركجارد، ويا رب أكون نطقت الاسم صح، بيقول إن القلق هو دوار الحرية. يعني إيه بقى يا عم إياد ده؟ يعني لما تكون كل الأبواب مفتوحة، عقلك بيدخل كل باب، مش عشان ضعيف ولا ما عندوش معرفة خالص، عشان وقع في الفخ اللي هو اسمه الحرية والمعرفة. شلل القرار هنا بيساوي خوف من تحمل مسؤولية القرار، ومش خوف من الخطأ. ونيتشه في تحليله للنفس البشرية بيقول أن النظر الطويل للهاوية يجعل الهاوية تنظر إليك. يعني كل مرة تقف قدام قرار وتفكر زيادة عن اللزوم، هنا انت مش بتاخد قرار، لا، انت بتتآكل وبتستنزف. اما فرويد شايف ان شلل القرار ناتج عن صراع داخلي بين رغبة عايزة تعيش وخوف عايز ينجو. فالعقل هنا بيشوف ان الحل الأسوأ هو القرار الحكيم. وفي كتابه التأملات ماركوس أوريليوس بيقول: لا تسمح لما لا تملكه أن يسرق سلام ما يملكه. يعني ركز في اللي في ايدك دلوقتي، وشوف ايه الضعف اللي فيه، اذا كان شغل او ايا كان في الحياة، ركز على الضعف اللي فيه، طوره، وسيب الباقي لقدام. انا فعلا منبهر بالناس دي، من 1900 سنة قدروا يحللوا النفس بالشكل البسيط الجميل ده. وجه ابن القيم رحمه الله بيقول أن التردد آفة العقل. يعني مش كل اختيار صح، ده كلام سليم، بس كل لا اختيار هو خسارة مؤكدة. ركز. جه علم النفس الحديث بيقولك مش الحل انك تفكر قليل، لا، الحل انك تفصل التفكير عن الفعل. يعني فكر ثم تحرك، حتى ولو بخطوة ناقصة. شلل القرار يا صديقي مش لانك فاهم زيادة، انك خايف تتحمل ثمن الفهم. هي دي المشكلة. وما تنساش تفعل زر الجرس واشترك لو مشتركتش. انت براحتك بقى، اعمل لايك ما تعملش لايك، انت براحتك، ده قرارك انت بقى.
أشوفكم الحلقة الجاية على خير. سلام.